ما ارتكبناش ولا أي جريمة ولا أي ذنب، نحاكم مرتين في هذه القضية، مرة لما ارتكب جرائم في العرب في هذه البلاد، ومرة لما اليوم احنا نفوت على السجن. الناس اللي حوالينا، أهلنا، أهل بلدنا، كل الجماهير العربية في هذه البلاد هي اليوم أهلنا بنشوفها وشفناها خلال المحاكم الأخيرة، وبنعاود نعيد ونقول إحنا إنه مستمرين في طريقنا زي ما قالوا لنا ناسنا وأهلنا وشعبنا إنه إحنا رفعنا راسنا في هاي القضية، إن شاء الله إحنا بنرفع راسنا كمان داخل السجن. السلام يا عمي. جميل. منذ اللحظة الأولى كنا نفهم أنه انتقاء هؤلاء الشبان جاء ليغلق ملف نتنزادة، لأنه احنا يجب أن يعني بالنهاية وجهت تهمة بمقتل نتنزادة، ولكن لم توجه تهمة لنتنزادة نفسه الذي قتل لا أسف عليه، والذي قتل 4 وجرح آخرين، واعتدى على كرامة الفلسطينيين في الداخل وعلى الناس وعلى حرماتهم. ولكن نتنزادة الذي مات لم يمت الفكر الذي كان معه وخلفه ووجهه ودعمه وسانده، ليس في المستوطنات إنما في كثير من الأماكن.
يعني ملف شفا عمر هو أيضا درس لنا، درس إلى الغد، وماذا نحن فاعلون تجاه أنفسنا فيما نواجه. لذلك أخيرا أقول أنه نحن نشكر شبان شفا عمر الذين الآن هم موجودين خلف القضبان، بعد قليل سيكونوا خلف القضبان، نشكرهم بحق في أنهم حقيقة حملوا ملفا